يجيب عبد الله، بدأ يبحث في الموضوع. بعدين كلم عبد الله بعدها بيومين، قال له اسمع يا عبد الله. قال نعم. قال اتصل عليهم وقل لهم اقل من 10 مليون ماني بايع. فقال له عبد الله يا اخي الله يخليك لا يقعدون يطفشون ويروحون عني، خل ابيعهم. قال اقول لك اسمع كلامي، قل لهم اقل من 10 مليون ما راح ابيع. وفعلا تواصل معهم عبد الله، قالوا له ها تبيع ب5 مليون؟ قال لا، اقل من 10 مليون ماني بايع. قالوا له شرينا، عطنا رقم حسابك ويلا جهز نفسك حتى نروح نفرغ الارض وتسجل الارض باسمنا. عبد الله ما عنده حساب اصلا ولا عنده بطاقة صراف، فراح واستعان بواحد من اقربائه وفتح حساب في البنك، وفعلا راحوا ونقلوا ملكية الارض الى الشركة ومالك الشركة، ووضع في حساب عبد الله 10 مليون ريال. تخيلوا يا جماعة، رجال من بائع متجول ضعيف الحال إلى رجل في مصف الأغنياء. وش سوى عبد الله؟ تدرون أول شيء فكر فيه عبد الله وشو؟ صدق ولا تصدق، راح لوكالة سيارات معروفة ودخل عليهم، سلام عليكم السلام، أعطوني أفخم سيارة جيب عندكم. قالوا له هذه. قال حطوها باسم فلان. عطاهم اسم مين يا جماعة؟ عطاهم اسم صالح صاحبه وجاره القديم. حط السيارة باسمه، باسم صالح، ثم ركب السيارة ومشى فيها وراح للبنك وأخذ من البنك 300,000 ريال وحطها في درج الجيب. خلاص، ثم اتجه البيت صالح صاحبه. صالح صاحبه لا زال في نفس البيت هذاك، وعبد الله في نفس البيت. راح بارك الله فيكم ووقف عند الباب، طق الباب، طلع له صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا الله صالح وشلونك؟ يا هلا عبد الله، شو اخبارك؟ عساك طيب؟ الله يحييك، تعال اركب معي خلنا نتمشى شوي. قال اركب معك وين؟ قال في هسه في الجيب ذا. قال منين جبت الجيب ذا؟ هل تكون ماخذه من احد يا رجال؟ رجعه لهم، لا تقعد تصدم فيه ولا شيء، ذا غالي ذا يا عبد الله. قال لا لا ما عليك ما عليك، اركب بس. ركب عبد الله في هذا الجيب الجديد بكياسه، جيب من افخم الانواع. ركب معه وبدأوا يتمشون. قال له صالح، يقول عبد الله ايش رايك؟ قال ايش رايي؟ ايش رايي؟ الله يرزقنا بس من واسع فضله، الله يرزقنا الجنه ولا الدنيا ما يعني امرها سهل. من اللي يقول عبد الله لصالح. قال له صالح يا عبد الله، قال سم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، تذكرون السيارة القديمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، تذكر يوم تقول لي النبي قبل الهدية وخذ الهيلوكس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية وكان يكافئ عليها. اسمع يا صالح، الجيب ذا لك مني هدية وتراها مسجل باسمك، والدرج اللي قدامك ذا فيه 300,000 ريال، والله ما ترجعها، والله هدية من قلب يحبك في الله. هذا شيء. الشيء الثاني، تراك أخوي، ترى الله رزقني وأنا كانت عندي أرض والله سبحانه وتعالى افتح علي وبعتها ب10 مليون، بركة من الله ما هو مني. أي شيء تحتاجه من أمور الدنيا لا يردك إلا لسانك. ما أسامحك عند الله لو احتجت أي شيء ولا كلمتني ولا أشرت لي بس. واضح يا صالح؟ قال لي يا خيب لا تكلف على نفسك يا أخي، أنا ما عملت هذا إلا لوجه الله. قال أدري أنك ما عملت إلا لوجه الله، وأدري أنك كنت وش كنت ترجي مني؟ أنت ما كنت ترجي مني شيء، وأنا الآن أرد لك الوفاء وأنا مقصر. أسأل الله أن يوفقك يا أخوي
ويحفظ كنت سويت معي شيء ما سووه معي الأقراب. هذه يا جماعة الخير، هذا الوفاء، هذه الأخوة. بالله عليك ما ودك يكون عندك جار من هذا النوع؟ بالله ما ودك يكون عندك جار من هذا الصنف؟ نقول للجيران انتبهوا يا جماعة الخير، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدره. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك إذا أحسنت لجارك ويعني قربته وحبيته ووصلته بهذه الطريقة، لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أنك تسعد في الحياة يوم يصير جارك مثل أخوك.